صباح الخير صبايا، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ طمنوني عنكن، ان شاء الله تكونوا بخير وانتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم صبايا راح نحضر الفطور سوا. راح اسوي اليوم شيش برك. ما بعرف شو اسمه انتوا عندكم بدولتكن. نحن اسمه بسوريا عنا شيش برك. راح اسوي اليوم. جبت 3 بصلات صغار من كبار، سن مبينين هيك على التصوير، وجبت نص كيلو لحمة. راح افرم البصل كتير ناعم مشان اقليه، مشان احطه مع اللحمة بقلب الشيش برك. فرمته انا عم شي بقدر عليه. حطيت مقلاية طواية على الغاز، احنا هيك بنقلها. حطيتها على الغاز، حطيت فيها نقطة زيت خفيفة، زيت نباتي نقطة صغيرة. رح احط فوق اللحمة. حسيت انه اللحمة كتيرة على النص كيلو طحين اللي انا بدي اسويه، مشان هيك شلت منها. قليت البصل لحتى دبل وتغير لونه شوي، ما حرقته بس هيك تغير لونه شي خفيف. بعدين حطيت فوق اللحمة وقليتها معه لحتى نشفت ميتها، وضليت هيك اهرس اللحمة بالمعلقة مشان تصير ناعمة، مشان لما اعبيها بالشيش برك ما تعذبني. اعبيها بالعجين ما تعذبني، بدي اياها انا تكون انه كتير ناعمة. وزاد من المقدار اللي حطيته انا، زاد منه، زاد تقريبا شوي. حطيتها بالبراد. هون بعد ما قليتها وخلصتها حطيتها بجاط، حطيتها على جنب مشان يبرد اللحمة والبصل. بعدين بعد ما يبردوا رح احطلن بهار بعد ما يبردوا. وانا كنت حاطة شوية ملح بقلبن لما كنت عم بقليهم. هون صبايا جبت هذا الطحين، هذا النص كيلو الطحين اللي رح احطه للشيش برك. هذا الطحين جبته من ماركة البيم. حطيت نص كيلو تقريبا. انا قدرت تقدير نص كيلو حطيته. حطيت فوق رشة ملح. عجينة الشيش برك ما بدها غير ملح وطحين بس ومي تكون فاترة. بعدين خلطت الملح مع الطحين وعجنتها كتير منيح. لازم تعجنوها كتير منيح، يعني بدها عجين اكتر من نص ساعة مشان تتشكل وتساعدكم بالمد تمدوها وتشكلوها. هون بعد ما بردت اللحمة رشيت لها بهار، تقريبا معلقة صغيرة، ما تكتروا كتير. هو البهار بيعطي نكهة كتير طيبة بقلبها. وحركتها معاه مشان يتخلط البهار مع كل اللحمة الموجودة عندي. هلأ بدي اروح اعبيهم. انا منزلة فيديو قبل اني شلون بعبي الشيش برك وشلون بطبخه، مشان هيك هلأ رح اقطع الفيديو، رح اعبيهم واخلصهم كلياتهم وارجع اشغل الكاميرا. هون صبايا بعد ما عبيتهم كلياتهم شكلتهم نفس الفيديو الماضي. رقيت العجينة وقطعتها بالفنجان الصغير، قطعتها ورقيتها كتير منيح وقطعتها. وبعدين شكلتهم. هون كانوا ناشفين مشان هيك ما بلزقوا ببعضهم. شكلتهم وصفيتهم هيك بالصينية. صفيت اول شي كنت عم بصف عادي، بعدين صرت اشلف لاني ما عاد تسع الصينية معي وما بلزقوا ببعضهم هن لاني نشفوا وانا عم بسويهم. هون صبايا اجت جارتي ساعدتني شوي، اشتغلت معي لاني كنت ما رح الحق وقرب اذان المغرب، مشان هيك اجت انا بعدت عليها، اجت ساعدتني فيه. هيك صبايا صار شكله. شكلتهم كلياتهم. انا قبل مسوية معكم شيش برك على القناة، مشان هيك ما شغلت الكاميرا وانا عم بشكلهم. هسا صبايا سر الشيش برك مو بالتشكيل، سره باللبن. اول شي انا جبت هون سطل لبن، خفقته كتير منيح على ايدي، خفقته. بعدين حطيته بالطنجرة وزدته مي، زدته مي وقد اللبن. حطيت له بيضتين مخفوقات على البيض مشان ما يفرط اللبن. وهو الشيش برك يعني طيبته مو انه بهدول الحلزونات اللي فيه، طيبته باللبن اللي قالوا انه ما يفرط. جبت هاي الخفاقة وبلشت اخفقه لحد ما يغلي. لازم تضلوا تحركوه لحد ما يغلي، حتى لو انه انتوا واثقين بحالكم انه اللبن ما يفرط لازم تضلوا تحركوه، لاني انه فورا بفرط، من تتركوه شوي بفرط. هون صبايا بعد ما غلى تركته، بطلت احركه. وهلا بدي انزل عليه شيش برك. شوفوا انه الكاميرا غبشت من البخار اللي عم بيطلع من الطنجرة. مسحتها ورجعت شغلتها. شوفوا صبايا شلون هلا بلش يغلي. صرت اشيل الشيش برك عادي بالمعلقة وانزله. لا تخافوا ما بيلزق ببعضه لانهم نشفوا
يعني تقريبا بعد ما سويتهم نص ساعة لحتى غلى اللبن نشفوا، ما عاد يلزقوا بعضهم، صاروا بس انزلهم باللبن كل وحدة بتروح لحالها، بيبعدوا عن بعضهم. نزلت الكمية كلياتها بقلب اللبن وتركتن تقريبا شي نص ساعة، بعدين بتطالعوا وحدة تقرصوها هيك بإيدكن، إذا انقرصت معناتها استوى العجين، وإذا ما انقرصت يعني مو الواحد صايم ما بيحسن يدوقه بالإيد ببين. أنا أكل معي تقريبا شي نص ساعة هي الكمية، سطل لبن صغير ونص كيلو طحين، حتى اللحمة ما استخدمتها كلها، قلتلكن إنه زاد منا. هون بعد ما طبيت الكمية كلياتها بقلب الطنجرة هيك صار شكله، وكل وحدة صارت لحالها. وشوفوا صبايا لحد هلا إنه اللبن يعني بتحسوا إنه كأني هلا كيتته بقلب الطنجرة، تحسوا لا غلا ولا فرط ولا صار فيه شي، لأني هذا اللبن نوعيته كويسة، وكمان إني ضليت أحركه لحد غلا، ضليت أحركه وإيدي فيه مشان هيك ما فرط. لما بفرط اللبن بصير فيه هيك كتل ناعمة، بصير مو طيب أبدا على الأكل. أي حدا بياكل بده يلاحظ إن اللبن فرط. أنا أول ما اتجوزت كتير فرط معي اللبن، يعني أكتر من 5-6 مرات، مشان هيك أكلات اللي فيهن لبن، اللبنية، الشيش برك، أي أكلة فيها لبن كنت أخاف أحطها على الغاز أبدا، أخاف كتير منها. يعني جربت كتير طرق كنت أخاف منها، وجربت أنواع لبن لحتى آخر شي استقريت على نوع، وصرت أعرف أي نوع أفضل لهي الشغلة. يعني أي أكلة كان فيها لبن كان إنه طوال ما أكون عم بطبخها أكون متوترة وأحس إنه رح تفرط، بس الحمد لله هلا صاروا يزبطوا. صار يعني بعد ما أول شي جربت كتير، هلا لا صاروا يزبطوا الحمد لله. وصار يعني أهم شي إنه يعجبوه لجوزي، أنا أهم شي عندي. أهم شي لما بيكون جوزي بارك على السفرة وبده يجي ياكل، أول ما بيحط اللقمة بتمه أنا بصير معي تسرع بدقات القلب، لأني أنا صايمة وماني ضايقة الأكل. بقول له بس قلي طيبة ولا ما طيبة، لبين ما ينطق الكلمة ويقول لي طيبة بكون أنا قلبي صار يخفق. بصير معي تسرع بدقات القلب. امبارحة قلت له هاد الحكي، هو بيبرك بيضحك. هون صبايا قليت معلقة سمنة صغيرة ومعلقة زيت نباتي صغيرة، قليت فيهم توم وكزبرة وكتيتهم بعد تقريبا قرب ما يستوي الشيش برك. هون صبايا بعد ما استوى طلع كتير طيب، هيك نحن بنحبه. صبيته بهذا الزورق الكبير، وانا حطيت صحون وزعتهم على الطاولة، اللي بيحب بيصب قدامه بصحنه. انا صبيته بهذا الزورق عشان يبرد، لاني استوى قبل الاذان بشوي مو بكتير، وهاي الكمية وزاد منها كتير، مشان هيك ما طبخت اليوم شي جنبه، لاني هاي الاكلة هي تقيلة. شوفوا صبايا لحد هلا اللبن كتير كويس الحمد لله، ما عاد يفرط معي الحمد لله. بس طبعا بعد تجارب كتيرة. هي صبايا هي اخر شي، هذا الصحن الزاد منه كلياته الحمد لله، يعني كتير عجبون الحمد لله. هذا الصحن الزاد منه، بس حبيت اورجيكم انه هاي المعلقة معلقة الشاي، انه القطع الصغيرة لازم تكون، وكمان اللبن ما يفرط اهم شي. وانتو اذا بتحبوا تحسنوا تسووه بالنعناع والثوم، تحسنوا تسووه بالكزبرة والثوم، كل واحد بتختلف طعمته عن التاني. لو اذا بتسووه بالنعناع والثوم بتشبه طعمته طعمة اللبنية، كمان بتشبه طعمة الشاكرية، وتصير طعمته بتختلف خالص طعمته. هون صبايا بعد ما خلصنا العشاء سويت كاستين شاي. نحن بعد الاكل بنشرب شاي وبناكل جنبه معروق كل النهار، هيك تعودنا هاي العادة. كثير بنحب الشاي، بنحبها اكتر من القهوة. ايه بنشرب قهوة بس الشاي اكتر. وهلا صبايا قرب يخلص الفيديو، صبايا ما تنسوا تحطولي لايك. ان شاء الله بشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.